لو أنت بتتكلم عربي ومعاك شوية إنجليزي بسيط B1 أو B2، ففي شغل متاح حاليا للناطقين باللغة العربية موجود في ماليزيا وفي دول تانية كتيرة. في الفيديو ده هوريك 6 وظائف أو 5 وظائف متاحين حاليا لأي حد بيتكلم عربي ومعاه لغة إنجليزية بسيطة، وهشرح بشكل مختصر متطلبات الوظائف دي وهل هي مناسبة ليك أو لا. خلينا نشوف أول وظيفة مع بعض. مثلا داتا انوتيتور Arabic speaker، يعني بيدي لك جايد لاين بتاع الشركة، بتذاكر الجايد لاين وبتعمل اللي هم قالوا لك عليه. مثلا هيدوا لك كونتنت انك انت تحكم على الكونتنت ده هو valid أو unvalid، وبناء عليها according to the guideline اللي انت ذكرته بتبتدي تعمل. الشغل بسيط جدا وتافه جدا، هو كل الموضوع بس محتاج انك انت تكون محضر نفسك للانترفيوز، تظبط السي في بتاعك بطريقة اتراكتيف شوية، وده هنتكلم فيه بعدين. تاني شغلانة مثلا لو بصيت معايا هنا كاستمر سيرفيس سبيشاليست KYC اللي هو خاص بالفيريفيكيشن سبيشاليست، اللي بيعمل فيريفاي للدوكيومنتس. مثلا انت بترفع الاي دي لما بتكون بتعمل اكونت في اي شركة، بترفع الاي دي بتاعك للشركه دي. فانت شغلانتك انت ككي واي سي سبيشاليست، كاستمر سبورت كي واي سي سبيشاليست، انك انت بتكلم العملاء اللي بيجوا يشتكوا مثلا انا رفعت الاي دي بتاعي ليه ما اتقبلش وهكذا وهكذا. برضه محتاجين Arabic speaker، دي واحدة من الشغلانات. وفي شركة بايبيت، فشركة مشهورة جدا وشركة ضخمة جدا جدا. عندك تاني في كوجنيزيت، طبعا كوجنيزيت معروفة شركة عالمية. بروسيس اكسكيوتيف برضو الوظيفة ما هياش شديدة، وكل الموضوع ان هم محتاجين اللغة بتاعتك بس. moderate content to ensure accurate and precise same زي الشغلانة الأولى اللي أنا وريتها لكم من شوية. كل الموضوع ان في content قدامك وانت هتبتدي تجادج الكونتنت ده بناء على الجايد لاين اللي انت ذكرته من 0 to 3 years. required skill بس ability to work independently، تقدر تشتغل مع نفسك، experience with social networking، interest in social media، وطبعا كلنا قاعدين على السوشيال ميديا 24 ساعة. عندك مثلا شغلانة كمان رقم 4، وظيفة تانية، وهي Service Desk Analysis Arabic Speaker. برضو نفس الحوار، هتلاقيهم طالبين منك اللغة مش أكتر. Language fluency in Arabic is mandatory، لازم تتكلم عربي كنيتيف. ومش مهم الوظيفة بتاعتك موجودة فين، هي دي فيها شوية تكنيكال بارت، يعني يكون ليك في الاي تي وكده، ولكن برضو مش محتاجة اللي هو واو اكسبيرينس. يعني عندك وظيفة كمان language specialist AI training، أي حاجة فيها AI training نفس اللي أنا شرحتهم الأولى والثانية والثالثة. أي حاجة فيها AI training أنت عندك جايد لاين، أنت بتذاكر الجايد لاين، بتخش تحكم على الكونتنت اللي قدامك بناء على الجايد لاين. فدلوقتي كل اللي عليك انك انت تجهز السي في بتاعك، تظبط الدنيا، تابلاي للوظائف دي. الوظائف دي انا شرحت لكم قبل كده في الفيديو اللي فات ازاي تلاقيها. هتكتب Arabic speaker في السيرش فوق في لينكدين، او كمان انت شايف التايتل قدامي في الفيديو، انت تقدر تبحث بنفس التايتل هتلاقيه عامه، وتختار البلد اللي هي ماليزيا او اي بلد انت حابب تروحها. لان الشغلانات الطبيعه دي من طبيعه الشغل بتبقى مش بس موجوده في ماليزيا، ولكن بتكون موجوده في تايلاند احيانا، فيتنام احيانا، الفلبين. دول الاربع دول I'm aware of، ودول تانية كتيرة طبعا جدا، مش بس الاربع دول اللي انا ذكرتهم، لكن في دول تانية كتير. تسيف الفيديو عندك عشان لو حابب فعلا تلاقي شغلانه برا مصر وحابب تفيد اهلك وتفيد نفسك. بالتوفيق.